السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله عايزة أخدكم معايا يوم تاني في وظيفة التمريض أو التدريس في التمريض. أنا في مكان تاني خالص مع الطلبة بتوعي بيعملوا ميديكال ستاج، ففي حاجات أكتر شوية يعني procedures وأجهزة وحاجات لازم يتعلموها. فطبعا مش هقدر أفرجكم طلبة أو patients يعني في المكان، لكن لو في أي حاجة أقدر أفرجها لهم أنا أثناء الشفت بتاعي هفرجكم. يعني انا بعمل الفيديو دوت علشان الناس اللي بيشتغلوا في التمريض ويقارنوا ما بين وظيفتهم يعني في البلد اللي هم فيها، وكمان لطلبة التمريض. انا وقت ما كنت بدرس تمريض يعني كنت بدور على الفيديوهات ديت كمان على حاجه تعلمني سكيل، تعلمني حاجه، بس كل موجود يا بالانجلش يا بالفرنش. فانا هحاول اعمل انا فيديو ريفرنس لحد يعني يكون بالعربي، يمكن يا رب تقدروا تستفيدوا حاجه. وكمان لطلبة الطب اللي هم لسه في بدايه الدراسه، لان بيبتدوا متاخر قوي يعلموهم السكيلز، يعني مش من سنه اولى خالص، يعني مش من الاعدادي ولا مش من سنه اولى. فيمكن حد طالب طب بيدور على حاجه بسيطه قوي يكون عمره ما تعرض لها او كده، او عمره ما تعلم او عمره ما اتعلمها او عمره ما شافها. يعني يمكن تساعده يعني لو حب عنده فضول يعني يشوف ايه الكارير اللي هو بادئه. حابه احكي لكم شويه عن الطلبه، طبعا انا مش هقول هم مين يعني، بس في الستاج دوت عندي يعني شخص معين مش سهل خالص، مش سهل يعني مش سهل التعامل معاه، لا سمح الله. السكيلز وحشه جدا وما بيسمعش الكلام، يعني اي حاجه بقول له عليها بعيدها وازيدها 20 مره، وماشي بدماغه كانه يعني ايه خبير وفاهم كل حاجه، وعمال يعمل غلطات كتيره قوي. فبيبقى تحدي ليا كمدرسه يعني ان انا اخد قرار ان انا اديله verbal warning الاول، وبعدين بكرر كلامي، وبعدين يدخلني في حته زنقه بقى ان انا لازم اكتب بقى، احط كل حاجه in writing. ولو عمل غلطات ابتدي احطها بقى ريبورت الغلطات ديت رسميا يعني في كتابه، لان هو مسموح له غلطتين 2 يعني، وبعد كده ينطرد من البروجرام. وانا شخص فير يعني، ما بحبش اظلم حد يعني، وانا عارفه ان الطلبه دولت بيدفعوا كتير قوي من وقتهم ومن فلوسهم وبيشتغلوا اثناء ما بيدرسوا، فمش عايزه احطم حلم حد يعني. بس ساعات والله بيبقى تشالنج جامد ان انت تبقى مش ظالم حد، او ان انا اروح اخر اليوم يعني اروح حاسه ان انا اديت يعني شغلي على اكمل وجه وما ظلمتش حد يعني. فده جانب من التدريس جايز مش مدرسين كتير بيتكلموا عنه، بس هو فعلا حاجة مش سهلة ان انت مطلوب منك تعمل ايفالويشن للشخص، ويعني مستقبله واقف عليك. انت ممكن تسقطه، ممكن تعيده ستاج من اول وجديد، ممكن تعيده سنة من اول وجديد، ودي في ايديك انت. انا شخص بياخد الموضوع ده جد جدا جدا، ويعني افكر مليون مرة مش 100 مرة قبل ما افكر ان انا اسقط حد يعني. فعندي تشالنج شويه مع طالب من الطلبه بتوعي. حصلت قبل كده ان انا بيبقى عندي حد بس بيتعدل بعد شويه يعني، بيتحسن بيسمع، لكن احنا دلوقتي وصلنا نص المده يعني، والشخص دوت مش راضي يلين معايا خالص يعني، ماشي بدماغه خالص تماما يعني. فادعوا لي بقى ربنا يهديه، ومش عايزه اخد قرار وحش يعني. حاجة تانية برضو من ضمن اللي ممكن تكون تحديات، ان انا بتحط في ستاج. انا مش كل ستاج هيبعتوني ليه، والمكان اللي بعتوني ليه انا عارفه البوليسيز والبروسيجرز والبروتوكولز عندهم، وكل الحاجات التريتمنت بلانز وكل الحاجات ديت. كل مكان له بوليسي مختلفه، حتى وان كان نفس العلاج، حتى وان كان نفس المرض، لكن كل انستتيوشن يعني لها حريه الاختيار، هي يعني بتهندل الموضوع ازاي، ان كان مرض معين، ان كان بروتوكول في الميديكيشن. يعني مثلا احكي لكم حاجه بسيطه. عندنا مريض يعني، عند طالبه من الطالبات بتوعي، والشخص دوت عنده السكر، وعندهم بروتوكول هم لو جاله هايبوغلايسيميا، لو جاله هايبرجلايسيميا يحصل ايه يعني. المهم هي قاست له السكر وطلع السكر عنده واطي، طلع 3.9 اللي عارف مقاسات السكر يعني. هو البروتوكول بتاعه الشخص دوت اول ما السكر ينزل عن 4 في بروتوكول معين عايز يتعمل. فاحنا طبعا انا فيزيتور في المكان، انا مدرسه مش بشتغل هنا، والطالبه بتاعتي ستودنت. فطب يا جماعه فين البروتوكول بتاعكم؟ قالت لها انت المفروض تعملي كده يعني، تكوني عارفه تتصرفي وخلاص يعني. فقلت لها ايوه طبعا احنا هنديله نص كوبايه عصير، او على حسب البروتوكول بتاعكم، انتوا بتدوا 2 باكيتات هاني ولا بتدوبوا باكيتين سكر في ميه، يعني ايه البروتوكول بتاعكم؟ انا عارفه المفروض اعمل ايه عشان ارفع السكر بتاع الشخص ده شويه، عشان لا قدر الله ما يدخلش في غيبوبه سكر يعني. فقالت just use your common sense. طيب اوكي انا ممكن اعمل كده، بس انا
القانون ما يسمحليش ان انا اتصرف من دماغي كده، فين البروتوكول يا ست، فين البروتوكول يا ست. المهم رحنا للهيد نيرس، قالت لها اديله ابل صوص وارجعي قيسي له بعد ساعه. ابل صوص ديت زي كده كومبوت تفاح يعني. فقلت لها الكومبوت التفاح ده مش هيرفع السكر بسرعه، احنا عايزين حاجه ليكويد. المهم ما عجبنيش ردها يعني النيرس اللي كانت مسؤوله في الوقت دوت، فرحت للهيد نيرس فقلت لها البروتوكول بتاعكم فين؟ سوري الكاميرا بتتهز لان ماسكه التليفون في ايديا. فقلت لها البروتوكول بتاعكم، قالت لي عندنا بروتوكول عندنا، وقعدت تدور عليه. المهم طلعته لي، اللي قدرت تلاقيه لما عملت السيرش بتاعهم على الكمبيوترات بتاعتهم يعني على النتورك بتاعهم، لقت البروتوكول بتاع السكر اقل من 2.8 اللي هم الناس اوريدي في غيبوبه، الشخص مغمى عليه باست اوت، وتتصرفي ازاي وتحطي له بقى اي في بقى الدكستروز بالاي في. طب يا ستي مش عارفه، قالت لا اديله نص كوبايه جوس ودوبي فيها باكيته سكر وقيسي له بعد 15 دقيقه، بعد ربع ساعه. طب النيرس الثانيه اللي ده البيشنت بتاعها قالت لنا غير كده، قالت لنا ادوا له ابل صوص وقالت لنا قيسوا له بعد ساعه. انا كنت اوريدي قلت للطالبه بتاعتي هاتي الابل صوص ديت وشيلي نصها وحطي عليها عصير. قلت لها هاتي لها الابل صوص ديت اللي هي قالت لك عليها، لانها هتشوفها رايحه تدي ايه، والمدرسه بتاعتها اللي هو انا انفولفد يعني. فانا كنت اوريدي قبل ما اروح للهيد نيرس قلت للطالبه بتاعتي هاتي الابل جوس وهاتي الابل صوص واخلطي العصير بالابل صوص، شيلي نصها واديه للبيشنت بتاعك، وراحت عملته له فعلا. بس المهم الشخص كان كويس الحمد لله وما جرالوش حاجه وما كانش في خطر ولا حاجه. بس قصدي كل مكان الواحد بيروحه بيواجه تحديات جديده او تشالنجز. طبعا ده موقف مش رهيب ولا حاجه يعني، والحمد لله الشخص كان كويس ومش امرجنسي، بس قصدي اقول ان كل مكان له بروتوكول، ودي مسؤوليتي انا ان انا واخده مسؤوليه الناس دي كلها، الطلبه بتوعي والبيشنتس اللي الطلبه بتوعي يعني انا بخليهم اسايند ليهم يعني. فلازم انا اكون يعني على درايه بالبوليسيز بتاعه المكان نفسه يعني. طبعا في الواقع ان فعلا النيرسز بيتصرفوا من دماغهم، بيعملوا حاجات من دماغهم، ده مش صح لان انت ممكن تتاذي بعد كده لو حد مسكك، لو حد ظبطك، لو وكمان مش ده البروسيجر بتاعهم، فانت بتعملي من دماغك ليه يعني. دي حاجه بسيطه يعني، ده اكزامبل بسيط انا شاركته. بس احيانا بيكون مثلا في موقف يكون اكبر من كده او urgent اكتر من كده، مستحيل كل واحد يكون عارف كل حاجه يعني. فلازم ابقى open minded وادابتبل جدا 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 في الهيلث سيكتور دوت. لما تكون شغال في التمريض بالذات او في اي حاجه خاصه بصحه الانسان، لازم يكون عندك قدره ان انت يعني think on your feet زي ما بيقولوا، يعني تفكر بسرعة، تبقى critical thinker كده، وتاخد قرار سريع و on the spot عشان بإذن الله ما يحصلش حاجة وحشة لحد يعني. بس كده تعالوا معايا بقى عشان نشوف هعرف افرجكم ايه جوه النهارده ان شاء الله. ديت الأوضة اللي سايبينها لنا احنا للطلبة يعني، الكمبيوترات اللي بيفتحوا عليها الانفورميشن بتاع الميديكيشن، كل واحد يقعد على الكمبيوتر يعني. البيشنت فايل بيبقى شكله كده، طبعا انا مش هفتحه عشان ده في اسم البيشنت ومعلوماته يعني، كل الدايجنوسيس بتاعته، كل الكير بلان بتاعته، اي حاجه زي كده يعني. ديت الميد كارد بتاعت الستودنتس، بيحطوا الدواء هنا عشان يحضروا كل حاجه. ده اول درج مثلا، مش هفتح التانية عشان فيهم انفورميشن بتاع البيشنتس. حاجات للدريسنج، طبعا الدرج مش منظم. الكحول سواب، ديت الستريبس بتاعت مكنه السكر، ديت اللي بنخرم ايديهم بيها يعني نيرو يعني عشان نقيس السكر. الأوضة فيها مايكروويف وفيها حوض وفيها كتل. احنا بنستعمل الحوض طبعا، لكن ما بناخدش بريك هنا، ما بناكلش هنا، بنزل بيهم تحت. ده بامب بنعمل بيه هايدريشن للبيشنت اسمه كولايسيس. ده بامب يعني بتاع فلويدز. احنا خلاص عملنا برايمنج لللاين بتاعنا ووصلناه، بس لسه هنوصله بالبيشنت بالليل يعني. الناس اللي هم عندهم دي هايدريشن او مش عارفين يشربوا حاجه او يدخلوا لهم فلويدز كفايه، بنحطهم على كولايسيس مسحوب محلول يعني عشان نعملهم هايدريشن. حاول ارجع هنا عشان اوريكم ديت بنقول عليها كانجارو بامب. ديت اللي هم الناس اللي بياخدوا فيدنج تيوب، اللي هم بيتغذوا عن طريق الفورمولا يعني. بيبقى شكلها كده، هي بتيجي في كيس، احنا بس بنبنكتشر الكيس، مالناش دعوه باللي جوه دوت. هو بيجي كده بريسكرايبد جاهز يعني، ستيرل كل اللي جوه ده. ودوت الفلاش احنا بنملاه ميه يعني. والتوبنج بيبقى جاي دول توبنج كده. هفرجكم بيركب ازاي. دي المكنه اسمها دي كانجارو بامب، بس مش عارفه اسمها، مسمينها كده كوفيديان ايه كده. هشغلها وافرجكم، بس اوريكم التوبنج بيركب ازاي. بس هطلع دي الاول.
انا ببص عن طريق الكاميرا فمش شايفه قوي انا بعمل ايه. اوكي بيبقى شكلها كده هي الدول، لان دوت اللي بيجي منه الفورمولا يعني، ودوت الفلاش اللي هو سيلين يعني عشان نعمل فلاشنج للتوبنج عشان ما تتسدش وكده يعني، ونعمل هايدريشن للبيشنت في نفس الوقت اللي بنديله الاكل فيه. فديت لها حته طالعه منها كده يد كده، هناخدها بتركب في المكنه من هنا كده. خلي بالكم بس تكلير والجزء دوت يعني مطاط من التوبنج، فبنحطه حوالين العجله كده، حوالين البكره. انا ببص من الكاميرا ثانيه واحده، وبعدين بنشده علشان دي تقعد ترقد هنا في الباكت ده. بس كده، ونطلع التوبنج من البوكس ونقفل الباب كويس. نيجي بقى عشان نشغل المكنه ونعمل لها بروجرامينج على حسب البريسكريبشن اللي الدكتور محدده. هنشغلها، اسمها كانجارو بامب. طبعا ديت بتبقى بالكهرباء يعني، متوصله في الكهرباء زي ما انتم شايفين. بس كده اول حاجه بتجيلك عايز تكيب السيتنجز ولا كلير سيتنجز. انا هقول كلير سيتنجز عشان اوريكم من اول وجديد. بس كده، وانت بقى سيت تو لود اول ما بتركب دولت، هي المكنه بتعمل برايمنج لللاينز وكل حاجه. فانتوا زي ما شايفين كده مكتوب برايم بامب، لو دوت يعني توبنج. دي ديمو، ديت مش توب بتاعت شخص فعلا، دي عشان نمرن عليها الطلبه وكده يعني. فديت اوريدي التوبنج دوت برايمد، دوت فيه السولوشن ودوت فيه الفيد. بس في العادي دولت بيبقوا فاضيين كانك لسه مركبهم جداد، فيو كان برايم them. So let's say prime pump. يقول لك disconnected from patient. اوكي done، اكني عملت disconnecting من البيشنت يعني. ونقول لها prime the pump. اوكي hold prime to flush. انا مش هتشوفوه دلوقتي لان هو يعني هقوله دان، لان انا مش عايزه دوت ينزل على الارض بصراحه يعني، لان انتوا شايفين كده التيوب متوصل فيها. طبعا ده قرف وده دم وده بيبقى لونه مش وحش كده يعني في العادي. بس anyway and then you can adjust كل حاجه. فخلينا نقول احنا عايزين adjust الفيد. let's say الدكتور امر ب let's see feed rate، let's see قال مثلا 60 مللي في الساعه، فهنحط 6. اوبس that's 100 لون. خلينا نعمل دي زيرو زي ما كانت. اوكي ديت التنس، خلينا نقول 60 milliliters per hour، وهنقول لها enter. feed volume، الدكتور مثلا قال ان احنا هندي الشخص دوت 400 مللي مثلا، ونقول لها enter. فهي عندها كده الفيد ال 60 milliliters per hour والتوتال 400 milliliters and then you enter. عايزها تبتدي run ولا done. انا عايز ارجع اقول adjust الفلاش، لان انت مثلا بتدي فيد وبعد كده بتدي hydration، فنفس الحاجه برضه. flush volume هنقول هنديله I don't know 100 milliliters مثلا، enter. وهنقول الفلاش interval every 30 minutes مثلا، او every 1 hour. let's say 1 hour. whoops flush interval every hour 1 hour enter. بس كده الريت عندك اهو 60 مللي في الساعه، 100 milliliter flush every 1 hour، والتوتال 400 milliliters بس. وبعد كده هتتك الرن، فهي هتشتغل بقى البامب. لو انا اتكيت رن اهو running وهي pumping، انا هوقف هعمل هولد لان انا مش عايزه طبعا التيوبنج يشتغل والحاجه تنزل على الارض يعني. فدوت التيوب فيدنج. لو شخص الدكتور بريسكرايب تيوب فيدنج، المكنه بيبقى شكلها كده. معلش انا حولت الكاميرا بس عشان مش عارفه اجيبها كلها في شوت واحد، سوري. بس كده، ولما تخلص هي بتصفر لنا المكنه لما تخلص اللي انت عملته بروجرامينج، وانا بس حاط فيها دلوقتي. بس كده الساعه بقت 8 بالليل ومش لاقي مكان اصور فيه، في ستاف في كل حته. انا الفلور اللي انا عليه دوت فيه 38 بيشنت، في واحده RN وفي هيد نيرس وفي 2 LPN، ساعات بيبقوا 3 بس هم الليله عندهم عجز في الستافنج، وفي 5 PABs لل 38 شخص دولت، زائد انا وال4 ستودنتس بتوعي يعني. فتيم كبير، بس برضو كل شويه في حاجه تتعمل يعني. انا دلوقتي رايحه للستودنت بتاعتي عشان تركب الكلايسس اللي فرجتها لكم، عشان الهايدريشن السب كيو للبيشنت اللي مش عارفين يدخلوا فيها سوائل يعني، فهنحطها لها تحت الجلد يعني. يلا تعالوا معايا. بس كده، ده اللي قدرت اصوره النهارده. يا رب يكون اخدتوا اي معلومه من الفيديو دوت. انا في البريك دلوقتي اكشلي ما خلصش الشيفت لسه قدامنا يعني حوالي 2.5 ساعات، بس لما اطلع هتبقى الدنيا ظلمت قوي، فقلت اصور كليب نهايه الفيديو يعني دلوقتي. اشكركم جدا جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.